هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي الفرحة طريق السلامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده انا هجهز بقى طبق مسقعه كده للفطار. حلو جدا ان شاء الله، طريقته هتعجبكم قوي. جهزت بقى البصله وحطيت عليها شويه زيت وحطيتها بقى في صينيه كده زي ما انتم شايفين اهو. بس انا بقى لغايه ما البصله ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد بنزله. واهلا بكل اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني ومنوريني من كل مكان. وجودكم في قناتي شرف ليا وتاج على راسي. وبشكر كل الناس اللي دايما بتعلق لي كده وبتكتب لي بقى تعليقات تشجعني انزل فيديوهات على طول. استنيت بقى لغايه ما الزيت سخن اهو. احط بقى البتنجان، ممكن بقى تقطعيه شرايح، تقطعيه على حسب اللي انت عايزاه. انا كان عندي بقى بتنجان صغير كده بيبقى حلو في القلي يعني وكده فقطعته. ممكن بقى لو بتنجان كبير بتقطعيه شرايح صغيره كده او طوليه، زي ما انت عايزه يعني. انا بقلب بقى البصله كده وهسبك على ما اقلل البتنجان واقلل الفلفل. احط بقى الطماطم اهي انا عصراها في الخلاط كده ما صفطهاش. حطيت هنا معلقه صغيره كده من الملح. احط برضو نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ونص معلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره الناعمه. احط هنا برضو ورقتين لورا. وقطعت بصله شرايح رفيعه كده احطها برضو واسيبها بقى لغايه ما تسبك وتنشف من الميه بتاعتها كده على ما اقلل البتنجان والفلفل. اقول لكم برضو على طريقه تحميص التوابل لو بتجيبها مثلا حب صحيح كده. طريقتها سهله خالص وكمان بتبقي ضامنه نظافتها كده. انا مقطعه البتنجان كده شايفين، يعني مبشيلش بقى القشره كلها كده. بشيلها يعني شرايح شرايح كده بحيث يبقى شكلها حلو يعني. خلاص كده البتنجان احمر اهو، اقلبه بقى الجنب التاني. وهنعمل مع بعض برضو مكرونه من غير سلق. طريقتها سهله خالص وبتطلع معاك حلوه جدا ومفلفله كده. نطلع بقى ممكن بقى تعملي المسقعة دي للفطار، ممكن تعملها برضو للغدا وجنبها شوية حاجات كده. ممكن برضو تعملها للعشاء. يعني انا عاملاها بقى للفطار واعمل بقى جنبها بطاطس مقلية وبعمل برضو جنبها شكشوكة كده. وشوية حاجات يعني. تقدري بقى تعملها في اي توقيت، ممكن الفطار او الغدا او العشاء بتطلع معاك حلوة جدا زي ما انتم شايفين اهو. ممكن بقى تحطي قرن شطة حامي كده بيخليها حارة شوية ويبقى طعمها حلو برضو. هقلي بقى الفلفل اهو، خلصت البتنجان. وكده الطماطم اتسبكت معانا. احط بقى البتنجان والفلفل، هي ما بتاخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين اهو، كله سريع سريع. بس بتفرق بقى في الطعم لما بتقلي البتنجان لوحده والفلفل. آه، في ناس بتعملها وبتحط البتنجان على طول من غير قلي والفلفل، بس ده بيفرق في الطعم بيخلي طعمها حلو قوي. شايفين بقى شكلها عامل ازاي. معايا بقى التوابل اهي. انا دايما بجيب الكمون حصى كده، وبجيب برضو الفلفل الاسمر وبجيب الكزبره. انا طحنت الفلفل الاسمر اهو. وكان عندي شوية برضو كمون بس أنا كنت طحنتهم فما عادش عندي غير الفلفل الأسمر والكزبرة. قبل ما بطحن بقى التوابل كده بحمصها الأول على البوتاجاز، هقول لكم هنحمصها ازاي. وده الفلفل الأسمر اهو بعد ما حمصته طحنته. وجايبة برضو شطاطة حارة صغيرة خالص اهي بطحنها برضو في البيت كده. بس قبل ما نطحن بقى التوابل، لو انت هتجيبها مثلا حبوب صحيحة كده لازم تنقيها كويس جدا، بيبقى فيها شوائب وبيبقى فيها تراب وحاجات من دي يعني. لازم تتنقى كويس قوي. ده بيفرق بقى عن اللي انت بتشتريها مطحونه جاهزه. تبقى ضامنه نظافتها وبتنقيها انت وبتحمصيها وبتطلع معاك جميله جدا. لما بتجيبها كده بيبقى ريحتها يعني نفاذه اكتر وريحتها بتظهر في الاكل كده، غير لما بتجيبها مطحونه جاهزه. شايفين الحاجات اللي بتطلع منها اهي. معايا بقى طاسه على البوتاجاز كده. احمص بقى الكزبره دي. مش بنحمصها بقى لغاية ما تغير لونها او حاجة، لا هي دوب بس بنطلع الرطوبة منها كده. ما يعني تسخن بس. لكن تغير لونها لا، عشان ما يبقاش طعمها برضو زي المحروق كده في الاكل. شايفين. هي بتقلبها بقى من وقت للتاني كده عشان ما تتلسعش منك او يتغير لونها. لان مثلا لو اتحرقت معاكي او غيرت لونها كده بيبقى باين طعمها خالص في الاكل ان هي محروقة. شايفين. بمسكها بقى بايدي كده. بحس بقى بالسخونة بتاعتها، لو لقيتها يعني شايفين. تقدر انت تمسكها كده. بس بتحس ان هي سخنة شوية. تطفي عليها البوتاجاز بقى.
بجيب بقى من كل نوع نص كيلو كده، يعني نص كيلو فلفل اسمر، نص كيلو كزبره، نص كيلو كمون. بيفضل عندي فتره طويله، وكل ما بيخلص بعد ما بطحنه بطحن تاني، وبحط على قد مثلا البرطمانات، ممكن برضو بحفظها في اكياس تخزين كده. بتفضل معايا فتره طويله، وبيبقى ريحتها ظاهره كمان في الاكل كده، احسن من اللي بشتريها مطحونه جاهزه. بطحنه اهي. تقدري بقى تتحكمي في نعومتها، يعني ممكن لو عايزاها ناعمه خالص، ممكن لو عايزاها خشنة شوية زي ما انت عايزة. شايفين اهي، ما شاء الله ريحتها حلوة قوي. اطحن برضو شوية دول اهو. انا بعمل كده على قد ما انا عايزة، يعني بحط في البرطمانات بتاعة التوابل بتاعتي، واللي بتبقى بحطه في اكياس كده. ولما بعوز تاني بقوم طحنة من اللي عندي. اعمل بقى كيس مكرونه كده من غير سلق، عشان الناس بقى اللي المكرونه بتعجن معاها. هقولك بقى على طريقه سهله خالص ما بتاخدش معاكي وقت. معايا بقى بصله كده وعليها شويه زيت. استنيت بقى لغايه ما البصله دبلت كده، وحطيت هنا معلقه صغيره كده من الثوم المهروس، واسيبها بقى لغايه ما ريحه الثوم تطلع كده. معايا بقى الطماطم عصراها ومصفياها اهي. الطماطم على حسب كميه المكرونه اللي انت هتعمليها. حطيت هنا بقى التوابل اهي. حطيت معلقه صغيره كده من الملح، ونص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه من الكزبره الناعمه، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، وورق لورا. وحطيت نص معلقه صغيره كده من بهارات الفراخ. ومعايا المكرونه اهي. بستنى بقى لغايه ما الطماطم تتسبك خالص وتنشف زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده بحط عليها الميه بقى بتاعتها. يعني المعيار بتاع المكرونه بيبقى مغطي المكرونه كده، كانك هتعملي رز ابيض او اي رز يعني. اهي. بستنى بقى لغايه ما الميه تغلي خالص. احنا عايزين تكون الميه سخنه. ما ينفعش تحط المكرونه والميه ساقعه كده، او الميه مثلا من الفلتر او من الحنفيه. لازم تكون مغليه كده. شايفين؟ لان انت لو حطيت المكرونه في الميه وهي بارده بتعجن معاك، لكن لازم تحط المكرونه وهي سخنه كده. اي مكرونه ممكن تعملها بنفس الطريقه دي. هنعمل بقى مكرونه سباكيتي اهي. انا قسمت الكيس نصين كده، ممكن تسيبها سليمه على حسب ما انت عايز. بس انا بقى لغايه ما المكرونه تطرى كده، وبتنزل بقى في التسبيكه بتاعتها اهي. لو انت عندك شوربه، ممكن بدل ما تحط الميه تحط شوربه، يخلي طعمها حلو قوي. كده كمان بتبقى طعمها حلو قوي، بدل ما تسلقيها وبتنزلي بقى النشا بتاعها في الميه. وكل ده كل ده هنستفاد بيه في التسبيكه بتاعه المكرونه، بيخلي طعمها احلى بكتير. اغطي عليها بقى واسيبها لغايه ما تشرب الميه بتاعتها اهي. شايفين؟ بقلبها بقى من وقت للتاني كده. ههدي على البوتاجاز عشان ما تتحرقش معانا. هوريكم قد ايه مفلفله ومستويه ومش معجنه ولا اي حاجه خالص. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي، وسريعه ما بتاخدش معاكي وقت. يعني انت لو انت بقى مثلا مستعجله على اي حاجه، بتعملي بقى كيس مكرونه جنبه بقى بطاطس مقليه. ممكن برضو بيض مسلوق. ممكن بقى لو عندك فراخ بانيه، اي حاجه سريعه بتبقى جنب المكرونه، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. بتقليها وسريع سريع كده. خلاص كده. شايفين بقى الجمال مفلفله قد ايه ولونها حلو قد ايه. كل ده من غير سلق. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات على طول. وفعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان عيلتي تكبر بيكم. شايفين بقى الجمال؟ جربيها كده، هتبقى استاذه بقى في المكرونه بعد كده، وكمان من غير سلق. شايفين بقى الجمال حلو قد ايه. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، واستنوا فيديو جديد وروتين جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.